السلام عليكم. مواطنة سورية نفذت يوم أمس الهجوم الإرهابي بحي تقسيم بالعاصمة التركية إسطنبول. هذا الأمر لا يضع أبدا المواطنين السوريين موضع شك، لكن الكثير منهم لم يتقبلوا بأن تكون المنفذة سورية. الأعمال الإرهابية تنفذ من طرف أشخاص يعبرون عن حقدهم وغلهم ونقصهم من خلال كل هذا، من خلال تفجير أنفسهم أو قتل أشخاص آخرين أبرياء. لكن هذه الأشياء تستحق الدراسة، لأن هذا الغل والحقد ينتج بسبب التنمر والعنصرية وأحكام القيمة. هذا ما رأيناه حينما زعم بعض الإخوان السوريين وكذلك بعض الإخوان العرب بأن المنفذة مغربية بالتأكيد، اعتمادا على تفاصيل وجهها، وبأنهم لم يروا قبل هذا سوريات بنفس الشكل. هذا أمر خطير جدا ومشين جدا، وللأسف يحدث بيننا نحن العرب. لم نتقبل سنة 2001 بأن يكون الأمريكيون غاضبين من العرب بصفة عامة بعد أحداث 11 سبتمبر، وأنا كذلك غير راض عن هذا الأمر وأعتبره عنصريا. لكن تصوروا كيف أننا نعيد نفس الخطأ سنة 2022. فالحذر كل الحذر من أحكام القيمة والأحكام المطلقة والتنمر، لأنه في آخر المطاف يعطينا أشخاصا مرضى نفسيين ويحسون بعقد نقص تجعلهم يفجرون أنفسهم أو يقتلون أناسا أبرياء. وتعازي الحارة لكل عائلات ضحايا تفجير إسطنبول.